أتذكر هنا أنه أحد جهال الإخوان في المغرب يعني عندما توفي العالم الفيزيائي الأعظم والأكبر في عصرنا هاوكينج، الذي تعد مؤلفاته خطوة كبيرة في طريق استكشاف الكون الواسع، قال عنه أبلد من حمار. يعني هذا العالم الكبير قال عنه واحد إخواني هاوكينج أبلد من حمار. لماذا؟ لأنه لم يثبت في علمه وجود الجنة والنار ووجود ما يعتقده هو، لأن هاوكينج قال للمؤمنين إلى حدود الآن العلم لا يثبت أن هناك أكوان واسعة لا أحد يعرف يعني نهايتها وما فتئت تتوسع، ولكن لا يوجد أي شيء يدل على ما يوجد في الأديان من المعتقدات. فقال عنه أبلد من حمار. في السنة التي مات فيها هاوكينج احتفل العالم المتقدم كله بهذا العالم، ودرست كتبه وتحدثت عنه وسائل الإعلام عن نظرياته واكتشافاته، إلا واحد عبقري جدا من بلدنا من المغرب قال عنه أبلد من حمار، لأنه لم يثبت له ما يريد، لم يثبت عاطفته الدينية. هذا الخلط سببه التشويش الواقع في مفهوم العلم.